واخيرا المربع الذهبي اكتمل. فرنسا بتكسب المغرب 2-0 عشان تلعب اسبانيا اللي قدرت تعدي بلجيكا بصعوبة شديدة. وانجلترا قدرت ترجع في النتيجة قدام النرويج عشان تلاعب الارجنتين في قمة نارية. وفي الحلقة دي هنتكلم على الاربع ماتشات دول ونبدأ بماتش انجلترا والنرويج واللي انتهى بفوز الانجليز 2-1. بدأ الماتش وانجلترا كانت ماسكة الكورة وبتهاجم والنرويج كانت مقفلة زي ما عملوا في ماتش البرازيل بالظبط. وفي الدقيقة 36 سجل شيلدروب صاروخية في شباك بيكفورد عشان تبقى النتيجة 1-0 للنرويج. بس في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضايع في الشوط الأول سجل بلينجهام التعادل لإنجلترا بمهارة فردية عالية. ومع بداية الشوط الثاني النرويج بدأت تهاجم وفعلا في الدقيقة 57 ومن ضربة ركنية يسجل هجم الثاني للنرويج. بس الجون اتلغى لأن اتضح إن هالاند كان زق لاعب إنجلترا أندرسون. وراح الفريقين للاشواط الاضافيه وهناك روجرز شاط كوره على حارس النرويج نايلاند اللي معرفش يمسكها والكوره نطت قدامه واستغلها بلينجهام وسجل الثاني لانجلترا والسادس ليه في البطوله. وكمان بقى اول لعيب من ساعه مارادونا في نسخه 86 يسجل ثنائيتين في ماتشين ورا بعض في الادوار الاقصائيه. وانتهت المباراه زي ما قلنا بفوز انجلترا 2-1 وتاهلها للمربع الذهبي لمواجهه الارجنتين. اما النرويج فبطوله كويسه جدا الصراحه، بس اعتقد ان هم كانوا يقدروا يكسبوا انجلترا، وده لولا طبعا سورلوس اللي عمل تصرف غريب جدا برفضه ان هو يباصي لهالاند الكوره، وده في الشوط الاول. يعني ساعتها لو هالاند كان جابها جون كان زمانها 2-0 للنرويج. ده غير المدرب اللي قرر ان هو يخرج هالاند ما بين الشوطين الاضافيين وقت ما كان خسران وعايز يجيب جون ويتعادل. وطبعا بعد القرارات التحكيميه المثيره للجدل اللي شفناها في الماتش. ونخش على ماتش الارجنتين وسويسرا واللي انتهى بفوز الارجنتين 3-1. بدأ الماتش وفي الدقيقة 10 ومن ركنية لعبها ميسي لماكاليستر وسجل ماكاليستر الأول للأرجنتين من رأسية. وبعد ما سويسرا استقبلت الجون الأول بدأت تهاجم وتمسك الكرة وتحديدا في الشوط الثاني، لحد ما أخيرا في الدقيقة 67 سجل اندوي التعادل لسويسرا من جملة جميلة. بس بعدها على طول في الدقيقة 72 باريدس يعمل تدخل على امبولو لاعب سويسرا. الحكم قرر ان هو يدي باريدس انذار، بس الفار كلم الحكم وفعلا الحكم راح للفار واكتشف ان امبولو كان بيمثل فسحب الكارت الاصفر من باريدس وده لامبولو اللي اصلا كان معاه انذار من اول الماتش، وبالتالي الحكم طرد امبولو. وطبعا بترجع الارجنتين تمسك الكرة وتهاجم تاني بعد استقبالها جون التعادل، ولكن بيتألق الحارس كوبل وبيروح الفريقين للاشواط الاضافيه. وهناك بيستمر الهجوم الارجنتيني لحد ما في الدقيقه 112 يسجل الفاريز هدف جميل للارجنتين عشان تبقى النتيجه 2-1. وطبعا بعد الجون سويسرا رجعت تهاجم وده ساب مساحات كبيره في دفاعاتها واللي الارجنتين استغلتها، وسجل لوتارو مارتينيز الثالث للارجنتين في الدقيقه 121 عشان تتأهل الارجنتين للمربع الذهبي، وهناك هتقابل انجلترا. ونخش على ماتش اسبانيا وبلجيكا واللي انتهى بفوز اسبانيا 2-1. بدأ الماتش واسبانيا كالعادة كانت ماسكة الكرة ومستحوذة وبتهاجم، وفعلا في الدقيقة 30 يسجل فابيان رويز الأول للاروخا. واستمر الهجوم الأسباني بس في الدقيقة 40 سجل دي كاتالاري التعادل لبلجيكا من رأسية جميلة. فالصراحة كنت فاكر ان بلجيكا مش هتعمل حاجة في الماتش واسبانيا هتقدر تكسبها بسهولة، بس بلجيكا عملت ماتش كبير وخسرت بصعوبة شديدة. وفي الشوط الثاني استمرت المحاولات من الفريقين لحد ما ديلافوينتي قرر ينزل بديله السحري ميكيل ميرينو، واللي قدر فعلا ان هو يسجل هدف الفوز القاتل للمنتخب الاسباني في الدقيقه 88، واهل اسبانيا لدور قبل النهائي لاول مره من 2010 ساعه ما كسبوا اللقب. وفي رايي الماتش ده اللي هيعدي منه هيكسب الكاس. ونخش على ماتش فرنسا والمغرب واللي انتهى بفوز فرنسا 2-0. بدأ الماتش وفرنسا كانت ضاغطه جدا وبتهاجم، بس ياسين بونو كان متألق جدا، قدر يصد جوار خطيرة كتيرة وكمان صد ضربة جزاء من امبابي. وفي الشوط الثاني استمر الهجوم الفرنسي وفي الدقيقة 59 سجل امبابي الأول لفرنسا من هدف جميل، وبعدها على طول في الدقيقة 66 سجل ديمبلي الثاني لفرنسا عشان يحسم الماتش، وتتأهل فرنسا لدور قبل النهائي للمرة الثالثة على التوالي وهتلاعب هناك اسبانيا. اما المغرب فاداء ضعيف الصراحة، حتى بعد ما استقبلوا الجونين ما عملوش محاولات غير تسديدة أناحي في الدقيقة 83، وبالعكس كمان فرنسا كانت اقرب لتسجيل الثالث. وبس كده، ده كان كلامنا عن ماتشات دور الثمانية في كاس العالم 2026. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم حلقاتنا اول باول، وسلام.